السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى أهم العناوين. ريال مدريد يعلن موقفه من امبابي في بيان رسمي. يوفنتوس يحاول خطف باولينيو من برشلونة. ريال مدريد يتمسك ببقاء كريستيانو رونالدو. إليكم أبرز أخبار الرياضة التي نقلتها الصحف العالمية. أوضح ريال مدريد حقيقة الأنباء التي انتشرت في الساعات الماضية حول توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات كيليان امبابي نجم المنتخب الفرنسي المتألق في مونديال روسيا. وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا اليوم الأربعاء ذكر فيه بخصوص الأخبار التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية حول توصلنا لاتفاق مع سان جيرمان حول امبابي، فإننا نعلن أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. وأضاف الموقع الرسمي: ريال مدريد لم يقدم أي عروض لسان جيرمان أو اللاعب، ويبدي أسفه لنشر مثل هذه الأخبار المغلوطة. وكانت تقارير صحفية إسبانية زعمت أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا اتفق مع سان جيرمان على ضم امبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 272 مليون يورو ليكون بديلا لصفقة نيمار دا سيلفا المحتملة. ويتألق امبابي مع منتخب الديوك في كأس العالم 2018 حيث سجل 3 أهداف أسهمت في بلوغ الفريق الدور ربع نهائي. يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي ضم النجم البرازيلي باولينيو لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب تألق اللاعب الملفت ببطولة كأس العالم في روسيا رفقة منتخب بلاده. وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت يوم الاثنين بأن نادي برشلونة قد تلقى عرضا مغريا لبيع باولينيو في الصيف، ولكن لم يتم تحديد هوية النادي الذي يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي المميز. وأشارت الصحف العالمية بأن نادي يوفنتوس الإيطالي هو الذي يرغب بضم اللاعب هذا الصيف، وأنه على استعداد لفعل أي شيء لجذب اللاعب للانضمام لصفوف البيانكونيري والخروج من ملعب كامب نو. وأفادت الصحف أن يوفنتوس بات على استعداد لضم اللاعب عن طريق الشرط الجزائي في عقده مع البلغرانا ومقداره 40 مليون يورو، لكنهم يأملون في التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الكتالوني بضم اللاعب مقابل مادي أقل. وكان باولينيو قد انضم لصفوف برشلونة الصيف الماضي قادما من صفوف جوانجوزو الصيني مقابل 45 مليون يورو، وقدم أداء جيدا في موسمه الأول. واعتمد أرسن فالفيردي مدرب النادي الكتالوني عليه في فترات عديدة من الموسم الماضي. ويشارك باولينيو بصفة أساسية بتشكيلة المنتخب البرازيلي ببطولة كأس العالم في روسيا، وقادها للتأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، وأحرز هدفا وحيدا بشباك صربيا بمرحلة المجموعات. كشفت تقارير صحفية عن تمسك نادي ريال مدريد الإسباني بنجمه كريستيانو رونالدو لينفي أي نية لبيعه في عدم توصل الطرفين لاتفاق حول تجديد عقد الدون البرتغالي. وأشارت صحيفة ماركا أن النادي الملكي لا ينوي التفريط في أفضل لاعب في العالم، كما أنه سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء عطلته الموسمية. وذكرت الصحيفة أن المدرب الجديد جوليان لوبتيجي يرغب في العمل مع الدون، كما سينتظر انضمامه للفترة التحضيرية في الولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم. وكان رونالدو قد ألمح إلى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد بعد خوض نهائي دوري الأبطال، ولكن ظلت الأمور هادئة مع انضمامه لمنتخب البرتغال للمشاركة في المونديال، لتشتعل الأوضاع مجددا بعد خروج البحارة من ثمن النهائي على يد أوروغواي. ويريد كريستيانو رونالدو تحسين عقده بمقابل مادي أعلى، في
حين ترغب إدارة الملكي في أن يوافق على العرض الأخير المقدم الذي لم يرتقي لمطالب النجم البرتغالي. وعلى الرغم من كثرة الأنباء حول نية ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار، ولكن حتى الآن تبدو الصفقة معقدة مع باريس سان جيرمان.